مرحبا بكم في وصفة جديدة. اليوم جيتكم بدبارة متاع شاي ولا فطور. خبيزات طابونة طايبين في الفور في وحين، ومرقة عدس تونسية أنا عملتها بالبقري، انتم تنجموا تعملوها بالدجاج ولا باللي تحبوا، حاجة بنينة وتدفي. لهنا باش نبداو بالخبز. انا باش نعمل كيلو متاع سميد. لهنا عندي شويه من الماء اللي يكون سخون، مش يغلي، سخون، باش ناخذ منه شويه ونحط معاه 2 ساشيات متاع خميره فوريه ولا خميره الخبز، اللي كل ساشي فيها 7 جرامات. هنا خاطر هذوما على كيلو، على رطل تعملوا ساشي واحده، ونحطوا معاها مغرفة كبيرة متاع سكر. نحركوهم بالباهي. هنا باش نخليو الخميرة متاعنا تتفاعل، السكر يعاون الخميرة باش تتفاعل. حركوهم بالكدا ومن بعديكا نغطيوهم بابي سيلوفان ونخليوهم 10 دقائق هكيكا لين يتفاعلوا. انتما ودرجة حرارة الغرفة تبدأ الدنيا سخونة في ساعة ما تتفاعل، وتبدأ الدنيا باردة تنجموا تخليوها شوية أكثر. لهنا غطيتها بابي سيلوفان ونخليوها على جنب لين تتفاعل الخميرة متاعنا مع السكر. نرجعوا لها هنا بعد 10 دقائق. شوفوا كيفاش الخميرة متاعنا تفاعلت بالكدا، اللي كان نعرفوا اللي هي الخميرة جديدة. ساعات الخميرة تبدأ مش جديدة، راهي ما تطلعوا لكمش الخبز. في المرحلة هذه تفيقوا بها، اللي هي معناتها مش باهية. لهنا حطيت الكيلو متاعي متاع سميد يكون أرطب برشا ولا السميد فينو. لهنا خذيت شوية ملح حسب الرغبة. لهنا عندي شوية فحات متاع خبز، شوية سينوج وشوية بسبيس حطيتهم. وهنا باش نحط مغرفة كبيرة متاع زيت زيتونة، ولا تنجموا تحطوا مغرفة كبيرة متاع زبدة، المهم دهون باش يطري لنا العجينة. ونحطها تتعجن. لهنا يلزم العجينة هذه يلزمها تتعجن بالكدا. نحطها على سرعة متوسطة ونخليها تتعجن، ونبدأ نزيد في الماء بشوية. ما نجمش نقولكم قديش بالضبط خذيت لي ماء، انتوما ونوع السميد متاعكم، فما سميد يشرب برشا وفما سميد لا. لهنا تقعدوا تزيدوا في الماء دافي بشوية لين العجينة متاعنا تتلم كومبليتمون، وتتشوفوا القوام اللي نوصلوله هكاك تعرفوا اللي معاش تزيدوا ماء. كي تتلم الكل في بعضها وقتها نعرفوا اللي هي ساي زيها من الماء. فوالا انا هنا مازالت مستحقه شويه ماء زدتها، وديما ماء دافيه مش بارد ومش يغلي. نزيدها شويه. هنا زدت السرعه شويه باش تتلم لي العجينه، خاطر قعد السميد من اللوطه. فوالا لهنا العجينه بدات تتلم كما تشوفوا، لازمها تكون طريه. فوالا لهنا العجينه متاعي ساي
تعجنت بالكدا وتلمت كما تشوفوا. هذا يكون القوام متاعها، مش يابسه ومش طريه برشا. لهنا باش نجي نعمل العدس متاعي. حطيت كميه من زيت زيتونه، ولهنا قصيت بصله كبيره، نخليها تتقلى شويه. شوفوا بالنسبه للجماعه اللي ما تقليش تنجموا ما تقليوش، تحطوا كل شيء على بعضه ويطيب. هنا كل حد كيفاش هو يطيب، كيما مستنسي يطيب. انا هكا نطيب. لهنا عندي التروف متاع بقري، لهنا انا عجل الوغ يطيب اسرع في سما يطيب. لهنا انا خاطر باش نستعمل عدس طايب ديجا. الوغ اذا كان عندكم عدس منفخينه مش طايب يتحط من الاول باش ياخذ الوقت يطيب. وديما نقراو حساب اللحم اللي نحنا نستعملو فيه، دجاج ما عندوش روح في ساعه ما يطيب، هنا عجل كيف كيف ما ياخوش وقت برشا باش يطيب. واذا كان عندكم لحم اكبر شويه تنجموا تخليوه يطيب اكثر. معناتها لين الروبير ديما لين يطيب اللحم نتاعكم. والعدس اذا كانوا ني حطوه من الاول. لهنا نخليهم يتقليو مع بعضهم بالكدا. ولهنا باش نزيدهم، هنا خذيت طماطم معلبه مي فري، معناتها طماطم كامله رحيتها مع 3 فصوص متاع ثوم، ضفتها لهنا وشويه ماء. تنجموا نتوما ترحيو كعبتين طماطم كبار فريشكين وتحطوا معهم الثوم، تعطي نفس النتيجه بريسك. ولهنا عندي مغرفه كبيره ناقصه شويه متاع تومات كونسونطري، نحركوا مليح. في المرحله هذه انا ما حبيش نعمل حار، في المرحله هذه تنجموا تعملوا حار، تنجموا تحطوا هريسه عربي، فلفل شايح كما تحبوا. لهنا باش نضيف الفحات متاعي. عندي مغرفتين صغار تابل وكرويه خاطر عندنا بقري. اذا كان باش تعملوها بالعلوش ما تحطوش تابل وكرويه. لهنا عندي مغرفه صغيره متاع كركم، وهنا عندي مغرفتين صغار هروس، مش حار برشا هذا. زيادة تنجموا تحطوا فلفل اكحل، انا ما حطيتش. ومغرفه صغيره متاع ملح، نحركهم بالكدا ونخليها تتقلى مليح الطماطم باش ما تجينيش قارصه من بعد. وديما نقولكم راهو كل حد وطريقته في التطيب، انا هكا نطيب، ما فماش قواعد في الكوجينه، كل حد كيفاش يطيب. لأن نخليها تتقلى على النار هاديه على الاخر، خليوها تتقلى خاطر الطماطم تاعنا ما تجيش قارصه. لهنا الخبز متاعي تعجن بالكدا، هاكم تشوفوا في القوام متاعو يلصق شويه في اليدين. نحاول نحي العجينه الكل من العجانه. لهنا خاطر عملت كميه كبيره نحاول نحي العجينه اللي قعدت. فوالا كما تشوفوا هكا القوام بالضبط، تلصق شويه في اليدين، طريه تلصق شويه في اليدين، مش يابسه ومش طريه برشا. لهنا باش نجي نغلفها بشويه زيت من الفوق ومن اللوطه باش ما تعمليش هكا القشره من الفوق. كم باش نخليوها تخمر.
اذا كان ما نعملولهاش الزيت تعملنا هكا القشره من الفوق، ومن بعد تولي صعيبه باش تخرجها من البول. لاني عملت لها الزيت من الشريط الكل هكايا. ونجي من بعد نغلفها ببابي سيلوفان ونحط عليها منديله نظيفه ونخليها تخمر مده ساعه. وديما نقولكم ساعه اذا كان الدنيا سخونه شويه. انا عندي دار سخونه خليتها ساعه. اذا كان الدنيا بارده تخليوها اكثر. هنا غلفتها ببابي سيلوفان هكا ونحط عليها منديله ونخلي العجينه متاعي تخمر في عقلها. فوالا ومن بعد نرجعوا لها. هنا حطيت لها ساعه، ديما ساعه ونشوف اسكو طلعت بالكدا ولا لا. ولهنا باش نرجعوا للعدس متاعنا. فوالا هنا الطماطم تقليت بالكدا، ماني خليتها على نار هاديه على الاخر كيما تشوفوا ما تلصقش. وانا ديما نحب ديما نطيب في الطنجره هذيا نحاس، الماكله في النحاس تجي ابن. لهنا نمرقها بماء سخون يغلي. ديما تمرقوا بماء سخونه، ماء سخون يغلي، ما تمرقوش بماء بارد خاطر الماء بارد ديما سطلنا الماكله. فوالا هنا مرقتها وباش نخليها لين يطيب اللحم متاعي الصوص تبدا تخفير كيما تشوفوا هكا. نغطي عليها ومن بعد نرجع لها. فوالا لهنا بعد ساعة الخبز متاعي شوفوا ما شاء الله طلع بالكدا هكا نعرفوا اللي هو خمر. نجي لهنا باش نحاول نحي منه اكل الهواء اللي فيه، ننزل عليه هكا باش يتنحى منه اكل الهواء الكل. فوالا ونخرجها. هنا نحي العجينه الكل. وهنا نحاولوا نلموها العجينه وممتون نفرغوا منها اكل الهواء اللي فيها. شوفوا ما شاء الله خمرت بالكدا، ضعف الحجم متاعها. لهنا باش نلمها بالطريقه هذه ونحاول نعمل بها كيما بودان باش من بعد تسهل عليا اني نقص الخبزات متاعي. فوالا نحاولوا نعملوها متساوي معناتها بودان متساوي باش نقصوا منه. نجيب الحاجه اللي باش نقص بها ونبدا بسم الله نقص. هذه 1 2 3 4 5 6 7. عملوا لي 7 خبزات. نحاولوا نقصوهم متساويين وتنجموا تقصوا بيديكم. راهو فما برشا طرق معناتها باش تقصوا بها الخبزات. لهنا نلمها بالطريقه هذه ونعمل بهم اكوار هكايا. لمهم الكل بالطريقه هذيا ونعمل الخبزات هكا. نلمها طريقه سهله هكا بالضبط هكا نلموها ونعملوا وندوروها هكا شويه ونعملوا بها خبزه. هذا المبتدئين اللي ما يعرفوش يعملوا يلموا الخبز معناها يعملوا هكا الشكل هذا. يعني بيدي كيفكم نتعلم رانيا. فوالا ما شاء الله هذم 7 خبزات. ولهنا باش نبدا نخدم في الخبزات متاعي. فوالا تحلوها هكا بالطريقه هذه بالسمك هذا.
لهنا مشيت نشوف في العدس متاعي، شوف اللحم طاب ولا. بعد ما بديت نحل في الخبزات ذكرت العدس. مشيت لهنا في المرحله هذيا كي طاب اللحم نحط العدس. هنا عدس طايب في حكه كونسيرف معناها، شللته بالكدا بالماء وسقطرته وحطيته. كما قلت لكم اذا كان عندكم عدس ماهوش طايب حطوه من الاول، اذا كان عندكم اللحم في ساعه ما يطيب، ونخليه يطيب على روحه. لهنا بعد ما حليتك الخبزات الكلهم بالطريقه هذه نحطوهم في الفور على درجه حراره 200 لين الخبزات متاعنا يطيبوا، لين نشوفوهم يحمروا بالكدا مش محروقين، يحمروا بالكدا معناتها طابوا سي بون. فوالا 200 درجه ونخليوهم يطيبوا. لهنا نرجعوا للعدس كيما تشوفوا هكا العدس متاعنا بريسك طاب. في المرحله هذه نزيد قرين فلفل، تنجموا تزيدوا اكثر ولا تنجموا تستغنيوا عليها المرحله ما تحطوش فلفل كيما تحبوا، تنجموا تحطوا فلفل شايح احمر كيما تحبوا. ولهنا المرقه متاعي طابت سايي، ما نحكي لكمش على الريحه، حاجه صحيه. نعدس نعرفوا اللي عنده فقر دم كذا. لهنا زدتها جوست رشه متاع معدنوس، تنجموا تزيدوا رشه متاع معدنوس وبصل اخضر يجي بنين زاده. وفوالا طابت بعدها على النار. ونشوف الخبزات متاعي. لهنا الخبزات طابوا ما شاء الله، ريحتهم فاوحه طريين يشرهوا. فوالا وهذه مرقه العدس متاعنا. نودكم ولا نشهيكم ان شاء الله عجبتكم الوصفه. نتقابلوا في فيديو جديد. بسلامه.